لو انت هارد جينر ورقم ميزانك بيزيد بصعوبة على الميزان ومش بيتحرك، يبقى الفيديو ده معمول ليك. عشان اجيب لك النهارده من اقوى المكملات والمنتجات لزيادة الوزن والضخامة والكتلة العضلية، وهو مكمل ماستيك اكستريم 2000 من شركة مصر تك الامريكية. 2000 ده مش سعر ولا حاجة، 2000 ده عدد السعرات الحرارية اللي موجودة فيه. ببساطة الماس جينر ده بيبقى معمول عشان يزود من سعراتك الحرارية اللي بتدخلها على مدار اليوم ويساعدك في زيادة الوزن. بيبقى فيه بروتين وكارب وكرياتين ودهون صحية، وكمان المنتج اللي معانا ده فيه ميزة ان هو بيبقى فيه فيتامينات ومعادن تاني اضافية. وهو برده مش مكمل سحري تاني يوم هتصحى تلاقي نفسك هالك ومليان عضلات، هو مكمل بيساعدك في احتياج اليومي للسعرات بتاعتك، بالذات لو انت عاوز تزيد في الوزن طبعا، ولو مش قادر تاكل كويس او تكفي كل احتياجك من السعرات من الاكل. يعني لو انت من الناس اللي بتقول انا باكل كتير ومش بتخن، جرب حط 2000 سعره في شيكر واحد وبعدها نشوف يعني ايه مش بتاكل كتير. خليني اوضح لك ببساطه العامل الرئيسي لزياده الوزن، وهو انك تدخل سعرات حراريه لجسمك اكتر من اللي انت بتحرقها. كالوري ان يكون اكتر من الكالوري اوت اللي انت بتحرقه طبعا او اللي بتنزله على مدار اليوم. يعني لازم يكون في فائض في السعرات الحراريه اليوميه. طبعا لو عاوز تخس بيبقى العكس. الماس جينر بقى بيسهل عليك انك تزود الفائض ده وانك تدخل احتياجك من السعرات والاكل، لكن برضه مش بديل للاكل زي ما هنعرف كمان شويه. المشكله بقى مش في الماس جينر نفسه، المشكله في اللي بيستخدمه غلط. ومن اشهر الحاجات اللي الناس بتغلط فيها او بتقع فيها هما طريقتين. اول طريقه، يا اما بتاخد سيرفنج او كميه ضخمه جدا اكتر من احتياجك بكتير وانت اصلا ما كنتش محتاج كل ده، فتلاقي زدت دهون او بقى عندك كرش. او بتجيب نوع مش كويس ونوع كده متصنع تحت السلم او شركه مش معروفه بيبقى اغلبه سكر وبرضه مش بتستفاد منه، وبتلاقي معظم اللي زدته دهون وبيحصل كمان انتفاخات. يا اما بقى الغلطه الثانيه انك بتستخدمه مكان الاكل وساعتها النظام كله بيبوظ. طيب امال مين بقى الناس المناسب ليها اكتر الماس جينر؟ اول حاجه الشخص الهارد جينر فعلا او مش بيقدر ياكل كويس. تاني شخص اللي بيتمرن تمارين حديد قويه برضه. وتالت شخص برضه اللي بينام كويس وروتينه مظبوط الى حد ما وعاوز يزود من الاكل بتاعه عشان يزيد في الوزن. لكن خليك حذر في الحاجات اللي اقولك عليها دلوقتي لو تستخدم ماس جينر. اول حاجه لو عندك حساسيه لاكتوز او البان او حساسيه جلوتين، خلي بالك استشير الدكتور بتاعك الاول. او عندك سكر او مقاومه انسولين، او في مشاكل في الكلى او الكبد او الضغط او القلب، او بتاخد ادويه تانية. كل الحالات دي يفضل ترجع للدكتور بتاعك الاول قبل ما تستخدمه. ولو هدفك اصلا تنشيف انك تخس، فطبعا الفيديو ده مش ليك، ما تفكرش تجيب اي ماس جينر. ايه بقى الفكره في مكوناته وبيتكون من ايه وكل مكون بيخدمك ويفيدك ازاي؟ المكمل اللي معانا هنا فيه 3 عناصر اساسيين. اول حاجه بيبقى فيه كميه بروتين عاليه عشان يدعم ويساعد من البناء العضلي. تاني حاجه فيه نسبه كارب عاليه علشان يزود من طاقتك ويزود من سعراتك الحراريه. تالت حاجة بيبقى فيه كرياتين علشان يدعم من القوة والأداء في التمرين. وزي ما قلنا برضو بيبقى فيه في الأغلب النسخ اللي بتنزل منه بيبقى فيها فيتامينات ومعادن. يعني ببساطة ده حل سريع ويعتبر وجبة كاملة شاملة كل العناصر الغذائية اللي أنت محتاجها، لكن برضو مش بديل للأكل. طيب نصايح بقى عشان تعرف تستخدمه صح وتستفيد منه أقصى استفادة ممكنة. أول حاجة من رأيي يفضل ما تبدأش بالسيرفنج كاملة بتاعته في أول مرة. ابدأ مثلا بنص الجرعة بتاعته أو نص السيرفنج بتاعته اللي مكتوب عليه لمدة أول أسبوع. شوف جايب معاك إزاي، وشوف استجابة جسمك ومعدتك ليه عاملين إزاي، وعلى أساس ده حدد شوف الأسبوع اللي بعده هل محتاج تثبت على نفس الكمية ولا محتاج تزود شوية ولا محتاج تقلل شوية، لأن كل شخص غير التاني، لأن مش كل الناس بتاكل نفس الأكل نفس الكمية. فمش شرط إنك تجيب ماس جينر إنك تاخد كل جرعة كاملة أو إنك تاخد نصها، برضه تفرق من شخص للتاني. وكمان يفضل الجرعة نفسها بقى اللي هتاخدها على مدار اليوم يفضل تقسمها. مثلا تاخد 3 سكوبات في اليوم، ممكن توزعهم على مدار اليوم، مش شرط تاخد ال3 سكوبات مع بعض في شيكر واحد، ممكن توزعهم على مدار اليوم افضل. ومعلومه كده على جنب، يعني من تجربتي مع ناس كتير، اول مره تستخدم ماس جينر عامه ممكن تحس بشويه انتفاخات او غازات او شويه كركبه كده في المعده. اول كام مره بيبقى بشكل طبيعي جدا، لكن لو استمر الموضوع على كده لا، يبقى نراجع الدنيا اكتر مع بعض. ولو حصل معاك حاجه زي كده ممكن تبعت لي او تكتب لنا في الكومنتس تحت بحيث نشارك الموضوع مع بعض. ومن افضل الاوقات اللي ممكن تستخدمه بيبقى يا اما بعد التمرين او بين الوجبات او الصبح اول ما تصحى من النوم. لو مثلا تصحى نفسك مقفوله وريقك مقفول مالكش نفس تاكل، ممكن تستخدم الماس جينر يفتح شهيتك على مدار باقي اليوم. بس ما تاخدش الجرعه كامله قبل ما تنام وتروح تنام على طول، مش عايز اقول لك ايه اللي ممكن يحصل. ازاي بقى تحاول تستفيد من الماس جينر على قد ما تقدر من غير ما تزيد دهون؟ هنا بقى الذكاء. الماس جينر ممكن يزودك دهون لو انت اصلا سعراتك اللي بتاكلها على مدار اليوم عاليه، او بتاخده فوق اكلك او زياده بشكل عشوائي،
او تمرينك مش قوي قوي. انما بقى لو هدفك لين بالك تزيد كتله عضليه صافيه، هنا بقى محتاجه ذكاء شويه. اول حاجه خلي الزياده في السعرات معقوله، خليها مثلا بين 200 400 او 500 سعره في اليوم كله زياده، يعني عن السعرات بتاعتك الثبات. وخلي استخدام الماس جينر ده كجزء من سعراتك على مدار اليوم، مش يبقى هو كله معظم سعراتك. وما تعملش الماس جينر كانه حاجه سحريه او مكمل سحري، لا، دخله بين وجباتك على مدار اليوم وبين حسبتك وسعراتك. طيب سؤال مهم بنسأله كتير، الماس جينر ينفع للناس اللي عندهم كرش، اللي هم مثلا بيبقوا سكيني فات رفيعين من فوق بس عندهم بطن شويه، ينفع ولا لا؟ بص ممكن، بس بحذر شديد جدا. زي ما قلنا خلي بالك في الجرعات بتاعته، ممكن تبدا بجرعات صغيره مع الاكل بتاعك، وطبعا محتاج تمرين، ويفضل تلعب كارديو طبعا، تظبط الاكل بتاعك ونومك، حاول تكون كله مظبط علشان توصل لاقصى استفاده ممكنه. وبرده المكملات عامه ليها وظيفه غير الوظيفه بتاعتها الرئيسيه، دي رايي الشخصي ان هي بتشجعك على الالتزام عامه. طيب وهل ينفع مع لبن؟ استخدم الماس جينر مع لبن؟ ينفع، بس كده السعرات هتزيد اكتر، ممكن طعمه يكون احلى شويه. هل هو بديل للاكل؟ زي ما قلنا 3 مرات في الفيديو، لا، مش بديل للاكل، هو مكمل للاكل، ومن اسمه مكمل غذائي. فالخلاصه الماس جينر ماستيك اكستريم 2000 بالذات مكمل قوي جدا للناس اللي عاوزه تزيد في الوزن، والناس اللي محتاجه سعرات فعلا زياده، ممكن يساعدك فعلا تزيد في الوزن وكتله عضليه محترمه. لكن زي ما قلنا استخدمه بحذر، وخلي بالك من الحاجات اللي قلناها في الفيديو، وممكن تعيد الفيديو تاني وتسجل الحاجات اللي قلناها عشان خاطر تستخدمه صح وبذكاء. وممكن تكتب لنا برده في الكومنتس وزنك وطولك وهدفك، واحنا نرشح لك ايه المكمل المناسب معاك، وتبدا بجرعه قد ايه مع نظام اكلك. وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيت. استنوا الحلقات الجايه.